السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. أتمنى أن انتوا تكونوا بخير، وأتمنى كمان أن الفيديوهات تكون عاجباكم، وأتمنى أن انتوا تكونوا حابين الفيديوهات اللي أنا بقدمها. هنسمي بالله كده ونشوف هنعمل ايه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل صينيه رقاق حلوه قوي تستاهل بقكم. لكل اللي بيحبوا الرقاق المحشي باللحمه المفرومه، يتفرجوا علينا ويتعلموا التكات والحركات بتاعتنا. معنا هنا ايه كميه من الرقاق زي ما انتم شايفين كده. معنا كمان كانت حته لحمه مفرومه فايضه عندي، معصجه كده زي ما انتم شايفين، كانت عندي في الفريزر، طلعتها سخنتها. معنا هنا صينيه مدهونه من السمنه او محطوط فيها حوالي معلقتين من السمنه. معنا هنا عندي هنا شوربه انا مسخناها، حاطه فيها فلفل اسمر وملحتها، و هنحطها كمان فيها معلقه سمنه عشان تبقى حلوه كده. زي ما انتم شايفين كده هنحط معلقه من السمنه والشوربه سخنه فهتسيح بسرعه. في كل طبقة 4 رقاقات، يعني 4 تحت و4 فوق. حطينا شوية ملح زي ما قلتلكوا وفلفل اسمر. طبعا كلكم عارفين اللحمة المعصجة بتتعصج ازاي يا بناتنا. بصلاية ونشوحها كده لغاية ما لونها يبقى شفاف، وبعدين نحط اللحمة بتاعتنا، وبعدين نحط الفلفل الاسمر وملح واي نكهه انتوا بتحبوها عايزينها حطوها. نبتدي بقى نسقسق الرقاق بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه يا بناتنا. كده هنسقسق الرقاق بتاعنا بالشوربه، ومحضرين له الصينيه بتاعته. انا بحب اعمله على البوتاجاز من فوق، لان اكتشفت ان الفرن البوتاجاز بينشفه، بيخليه ناشف، لكن على البوتاجاز من فوق بيبقى عامل زي الفطير كده، بيبقى طري وجميل زي ما انتم شايفين كده. بنسقسق الرقاقايه من تحت ومن فوق، يعني من الوشين. لازم الشوربه تكون سخنه يا بناتنا. هنبتدي بقى نحط كده اول طبقات زي ما قلت لكم. بعمل 4 الطبقه 4، وبعدين نحط الحشو. هنخلص بقى ال4 ونرجع لكم كده تانية. دلوقتي يا بناتنا حطينا ال4 طبقات من الرقاق. هنبتدي نحط الحشوه بتاعتنا اللحمه المفرومه، وهنبتدي نوزعها كده زي ما انتم شايفين يا بناتنا. احنا وزعنا كميه اللحمه بتاعتنا. هنبتدي نحط ال4 طبقات اللي هم بيبقوا فوق. هحط بقى ال4 طبقات كده وارجع لكم تاني نشوف الصينيه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا حطينا خلصت صينيه الرقاق بتاعتنا. ابتدينا نحطها على البوتاجاز، يعني في كل اتجاه هنقول مثلا 3 دقايق. نبتدي كده، وفي كل اتجاه كده، يعني في كل اتجاه نحطه 3 دقايق 3 دقايق كده، 3 دقايق كده، 3 دقايق كده، 3 دقايق، لغايه ما نلف الصينيه بتاعتنا. احنا بنعلمها من هنا، من عند الايد اللي هي ديت. هنحطها الاول لمده 5 دقايق عشان اعرف اولها من اخرها فين، وهنلفها كل لفه زي ما قلت لكم 3 دقايق. هخلصها بقى ونيجي نقلبها ونوريها لكم كده. زي ما انتم شايفين يا بناتنا خلصنا خلاص صينيه الرقاق الجميله بتاعتنا. انا عايزه اوريكم دي معموله على البوتاجاز من فوق. انا عايزه اوريكم سخنه طبعا مولعه. انا عايزه اوريكم الطراوه بتاعتها. بصوا طريه قد ايه، لكن لو عملناها في الفرن بتنشف. بصوا انا عايزه اوريكم، بصوا طريه قد ايه. عايزين نشوفها كده ونتفرج عليها ونقطع قطعه منها عشان تشوفوها من جوه شكلها ايه. انا عايزاكم انتوا بقى اللي تحكموا بنفسكم على صينيه الرقاق الجميله دي الخطيره اللي ريحتها قلب الشقه وجميله. وده النهارده كان الفيديو بتاعنا صينيه الرقاق. لو عندك شويه شوربه وحته لحمه ممكن تقومي تعملي صينيه رقاق لاولادك سخنه وجميله كده وتتعشوا بيها. والف هنا والشفا للي ياكلها. وشكرا ليكم، ومع تحياتي مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه. وما تنسونيش في الاشتراكات، امانه عليكم. شكرا ليكم.